تعالوا النهاردة أقول لكم إزاي تعملوا أي بلوزة صيفي بأي غرزة أنت تحبيها. النهاردة في الفيديو ده كده هعلمك إزاي لو أنت مثلا غرزة عجباكي تعمليها إزاي بلوزة بنفس الشكل ده. أنا في الفيديو اللي فات كنت شارحة لكم الغرزة دي وعملت لكم البلوزة دي بالظبط بالتفصيل، وقلنا ازاي ناخد المقاسات بتاعة البلوزة. اللي لسه ما شافش الفيديو هيلاقيه في الوصف تحت، هحط اللينك بتاعها. تعالوا بقى النهاردة في الفيديو ده برضو اعلمكم سريعا ازاي تبدأي اي بلوزة او اي غرزة انت حباها تعمليها زي ما انت شايفة كده، تبقى بلوزة حلوة مقفولة من الوش والظهر. اول حاجة انا عندي البلوزة بتبدأ من تحت لفوق. تمام، بتبدأي الغرزة من تحت لفوق، بتتعملي منها قطعتين، وبنبدأ ان احنا القطعتين دول نشبكهم من عند الكتف وكمان من الجناب، وطبعا بنسيب يعني مساحة كده للدراع. ففكرة الفيديو النهاردة هقولك برضو غرزة سهلة جدا بتكرار سطرين تقدري تعملي منها بلوزة بنفس الشكل، واي غرزة بعد كده تعجبك، لان احنا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنعمل مجموعة من الغرز بتطبقي عليها نفس البلوزة دي. طيب سريعا كده اقول لكم بناخد المقاسات ازاي. بتبدأي ان انتي تقيسي دوران الوسط، مثلا انت عايزاها طويلة، فبتقيسي دوران اكبر حجم موجود في الجسم. تمام. ليه بقى؟ عشان تبقى واسعة، ولو كمان لو انت عايزاها فضفاضة تبقى واسعة اكتر بنكبر كمان المقاس عشان تبقى اوفر سايز. وده عايزة اقولك ان هو في الكروشيه بيبقى اشيك بكتير من ان هي تبقى مجسمة. تمام. فمثلا طلع معانا ان دوران 200. تمام. بتقسمي ال 200 دي اتنين، بتقسميهم القطعة، مقاس القطعة اللي قدام ومقاس القطعة اللي ورا. زي ما قلت لك احنا بنعمل قطعتين وبنقسم العدد اللي طلع لنا على اتنين. فانا طلع لي مثلا 200، قسمت 100 و100. بس باجي في القطعه الاماميه بزودها شويه عن القطعه الخلفيه. ده بيفرق معانا في ايه؟ طبعا بيفرق معانا لان طبعا الظهر عندنا غير يعني الجزء بتاع الظهر غير الجزء الامامي، عندنا بيبقى فيه بطن شويه، بيبقى فيه صدر، فبيبقى اكبر شويه، فبنكبر المقاس بتاع القطعه الاماميه شويه. وبيفرق معانا ايه كمان لما بنيجي نعملها من الكتاف، ان هو نشبكها من الكتاف، بيعمل لنا حردة رقبة اوتوماتيك، يعني ما تبقاش كده سيف على الرقبة، لا بتبقى نازلة شوية كأنها واخدة حردة الرقبة بتاعتنا. تمام. يبقى بنكبر القطعة الأمامية شوية. ممكن مثلا أنا بكبرها عندي 120، بخليها 120، والقطعة الخلفية بخليها مثلا 110 أو بثبتها على 100. تمام. ومهم جدا إن القطعة تكون مستقيمة من الجنبين، وده طبعا عشان يسهل علينا لما نيجي نشبكهم ببعض. تعالوا بقى نشوف الغرزة النهاردة. غرزة سهلة جدا بتكرار سطرين بس هتقدري تعمليها، وعايزة اقولك ان شكلها في النهاية بتبقى روعة وصيفي جدا. اول حاجة بعمل عقدة البداية، وبعد كده ببتدي ارتفع مجموعة من السلاسل. طيب السلاسل دي لازم تكون بتقبل القسمة على 2، يعني تعملي عدد زوجي طول ما انت طالعة كده بترتفعي السلاسل وبتعدي عشان تشوفي هل هو عدد زوجي ولا لا. وكمان مقاس السلسلة بيبقى على مقاس السنتيمتر، يعني احنا بناخد السلسلة مش عدد سلاسل، احنا بناخدها بمقاس السنتيمتر. تمام. انا هنا هعمل لكم مكات صغير علشان نقدر نعملها لأي بلوزة. فهنا هبدأ ارتفع مجموعة من السلاسل بتقبل القسمة على 2، يعني عدد زوجي. بعد ما ارتفعت السلاسل باجي ارتفع 3 سلاسل. تمام، 3 سلاسل بمثابة عمود، وده أول عمود معايا، وآجي في السلسلة الرابعة، يعني أعد 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة بدخل أعمل العمود بلفة بالشكل ده. تمام. بعد كده أول سطر ده بشتغله عواميد بلفة في كل سلسلة هتقابلني. كده عملت عمود بلفة تاني في كل سلسلة، بعد كده هعمل عمود بلفة. فأول سطر ده معايا كله عواميد بلفة في السلاسل اللي احنا اشتغلناها. انا هشتغل السلسلة لحد ما اوصل للاخر عواميد بلفة ونرجع تاني. وهنا رجعنا تاني اهو. هبدأ السطر التاني هعمل عمود بلفتين، فهرتفع 4 سلاسل، وده بمثابة عمود بلفتين. وهاجي هشتغل سلسلتين تاني. ليه؟ عشان انا هشتغل بين كل عمود وعمود سلسلتين، فهنا اشتغلت 6 سلاسل. اجي هنا، شايفين هنا ده طالع العمود ده او طالع السلاسل من هنا، باجي في السلسلة التالتة، بصوا بعد كده، دي خلاص دي طالعة،
أعد 1 2 وفي السلسلة التالتة بادخل أعمل عمود بلفتين، بالف لفتين على الإبرة وبادخل أعمل عمود بلفتين بالشكل ده. تمام. هاجي بعد كده أرتفع سلسلتين 1 2 وآجي من تحت أسيب 1 2 وفي السلسلة التالتة بلف لفتين وأدخل عمود بلفتين في السلسلة، بسحب 2 2 2 بالشكل ده. شايفين؟ أرتفع سلسلتين وألف لفتين وآجي من تحت أسيب 1 2 وفي التالتة بادخل عمود بلفتين، وأبدأ أكرر الشكل ده لنهاية السطر. أرتفع سلسلتين وأعمل عمود بلفتين وأسيب من تحت سلسلتين بالشكل ده. شايفين؟ بصوا شكلها مفرغة وهتبقى جميلة قوي. ده كده السطر التاني. هكمل لنهاية السطر عشان نشوف هنقفله ازاي. وهنا كملت نهاية السطر. شايفين بنقفل ازاي؟ اهو لفتين على الإبرة وبسيب السلسلتين وأدخل كده في آخر سلسلة وأعمل عمود بلفتين، وكده أنا نهيت السطر ده بالشكل ده. شايفين شكله؟ هاجي بعد كده أرتفع 3 سلاسل وده بمثابة عمود. ده كده أنا هكرر السطر الأولاني اللي أنا هعمله. تمام. هبدأ أشتغل إيه بقى؟ هشتغل في الفراغات دي. طب أنا ده أول ال3 سلاسل دول أول عمود، في الفراغ هشتغل عمودين بلفة. طيب ليه عمودين بلفة؟ عشان أنا كنت عاملة سلسلتين بين كل عمود، كنت عاملة سلسلتين، فهشتغل كده بالشكل ده عمودين بلفة في نفس الفراغ، وهاجي في العمود بلفة ده في السلسلة بتاعته أعمل عمود بلفة برضو. تمام. هاجي هنا في الفراغ أعمل عمود بلفتين في نفس الفراغ. كده أنا بكرر السطر الأولاني. تمام. وضروري جدا ان احنا بنعمل في السلسلة بتاعت العمود بلفتين بتاعت السطر اللي فات برضو ايه عمود بلفة. تمام. بكرر السطر ده وفي الفراغات دي بعمل عمودين بلفة في نفس الفراغ في الفراغات دي. شايفين اهو؟ ببدأ اكرر الشكل برضو لنهاية السطر. تعالوا نشوف نهاية السطر نقفله ازاي. وهنا نهاية السطر اهو. باجي بصوا شايفين الفراغ ده المفروض بقى بعمل فيه عمودين بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده. تمام. ادي العمود التاني اهو. هاجي بقى اقفل السطر. طب هقفل السطر ازاي؟ بعمود بلفة برضو. طيب انا هنا المفروض ده عمود بلفتين، فبعد 4 سلاسل وباجي في الخامسة بدخل فيها واقفل عمود بلفة علشان تبقى مستقيمة عندي من الجنبين. شايفين اهو؟ هكمل انا. هكرر بقى السطر التاني اللي هو ارتفع 6 سلاسل والف الشغل واجي اسيب من تحت سلسلتين اهو وادخل عمود بلفتين في السلسلة التالتة. بكرر السطر التاني. هبدأ اشتغل كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه للبلوزة. احنا دلوقتي بنعمل بلوزة بنفس مثلا الغرزة دي. خلاص خدتي العرض بتاع القطعة، تبدأي بقى تشوفي الطول اللي انت عايزاه لحد فين. وبس هكرر واوريكم شكلها بقى القطعة عاملة ازاي في الاخر. بصوا شكلها حلو قوي، شكلها شيك جدا وفي نفس الوقت صيفي. بتستخدمي خيط ايه؟ بتستخدمي اي خيط قطن، خيط اليزا ديفا، خيط مثلا كوتون جولد، الخيط الايطالي بيبقى حلو قوي. اي خيط قطن حلو جدا للبلوزات الصيفي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كمان اكون فدتكم. لو وصلت للدقيقه دي ولسه ما عملتليش لايك وكومنت حلو، وكمان لو لسه اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وشيري الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. شكرا ليكم والسلام عليكم.